اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا الجمال عدى الكلام. أحلى كشري هتعمليه وهتاكليه في حياتك بتركات وحركات أحلى من بتاع المحلات. عايزة أقول لكم أقسم بالله دي تاني مرة أمنتج الفيديو. منتجته أول مرة وبعد كده اتمسح منه حاجات، دخلت أمنتجه تاني. هعمل كشري عظمة، انسي انك تشتريه تاني. الاول هنجيب حله ونحط فيها حمص، هغسله كويس جدا، بعد كده هصفيه، بعد كده هحط عليه ميه نضيفه من الحنفيه واسيبه 5 أو 6 ساعات. بعد 5 أو 6 ساعات هاجي اصفيه واغسله كويس جدا، بعد كده هحط عليه ميه نضيفه. دلوقتي انا حطيت عليه ميه نضيفه، هنزل عليه بشويه من الملح وشويه من الزيت واسيبه يتسلق كويس جدا. بعد لما بيتسلق بصفيه وبعد كده بروح حاطاه في طبق. تعالوا بقى للخطوه اللي بعد كده. هنجيب حله ونحط فيها ميه وانزل عليها بشويه من الملح وشويه من الزيت. اول لما بيغلي معايا كده الميه بالملح بالزيت بروح نازله عليها بمكرونه. طبعا انا بحب احط زيت علشان المكرونه كده تكون مفرفره وتكون حلوه كده وبتلمع. طبعا انا عملت معاكم الكشري كذا مره قبل كده على القناه، قلت اعمله معاكم تاني. يلا نجهز حله تانية نحط فيها شويه من الزيت اهي. حطيتها على النار، هحط فيها شويه من الزيت. اول لما بيسخنوا معايا هنزل عليها بتوم مهروس وافضل اقلب فيها كويس جدا. اول لما التوم يدبل كده ويصفر معايا بنزل عليه بطماطم مضروبه في الخلاط. هفضل اقلب، اول ما يدبل ويصفر معايا انزل عليه بطماطم مضروبه في الخلاط. في الوقت ده الميه بتاعه المكرونه بدات تغلي. دلوقتي بقى هنبدا نجهز المكرونه. هنجهز كيسين من المكرونه الطويله وكمان كيس من المكرونه الصغيره اللي هي حوا. اهم جهزتهم، هنزل بيهم دلوقتي على الحله وطبعا هسيبها تستوي وافضل اقلب فيها كويس جدا. وبعد لما بتستوي بصفيها كويس جدا. تعالوا بقى هقطع شويه من البصل كده في طبق كبير اهو. شويه من البصل هنزل عليهم بشويه من الدقيق وشويه من النشا وشويه من الملح اهي. المكرونه قربت تستوي، بعد كده هصفيها. تعالوا بقى علشان نعمل الرز بتاع الكشري. طبعا الرز بيتعمل بالزيت، لو الرز عادي بيتعمل زيت وسمنه، انما الرز الكشري بيتعمل بزيت بس. هجيب حله واحط فيها شويه من الزيت. اول لما بيسخنوا معايا كويس جدا بنزل عليهم بالشعريه احمرها. اول لما بيكون لونها ذهبي معايا كده انزل عليها بالرز، واكون مسخنه ميه في الكتل انزل عليها بالميه السخنه وشويه من الملح. اول لما بتشرب ميتها بوطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. المكرونه هجيب حله واحط فيها المكرونه وانزل عليها بشويه من الزيت وكمان شويه من الفلفل الاسمر شويه من الملح، طبعا بعد ما اتصفت كويس جدا، وافضل اقلب فيها حطها على النار لمدة 5 دقايق. تعالوا بقى للي بعد كده. طبعا هنجيب العدس، بعد كده هغسله كويس جدا واجيب حلة واحطه فيها، وبعد كده هنزل عليه بمية واحطه على النار واحط عليه شوية من الزيت شوية من الكمون شوية من الملح. واول لما بيتسلق معايا ويستوي بعد كده بصفيه كويس جدا. بعد كده بحطه بعد لما الصلصة اتسبكت معايا نزلت عليها بمية شوية من الفلفل الاسمر شوية من الملح شوية من الكمون وهسيبها حوالي 10 دقايق كده تفضل تغلي وبعد كده بطفي عليه. تعالوا بقى للخطوة اللي بعد كده. طلعت عيش ابيض من الفريزر قطعته بالمقص، قصيته كده بالمقص، وبعد كده نزلت عليه بشوية من الكمون شوية من الملح، وبعد كده حمرته كده على النار، وبعد كده حمرت البصل. تعالوا نعمل الدقة. هنجيب طبق ونحط فيه توم مهروس وننزل عليه بمية سخنة من الكتل شوية من الكمون شوية من الملح، وانزل عليه بكبشتين من الصلصة، ونبقى عملنا احلى دقة اللي هي دقة التوم. تعالوا بقى علشان نعمل الشطة. هنجيب طاسة ونحط فيها زيت ونسيبه يسخن كويس جدا، ننزل عليه بالشطة وبعد كده ننزل عليه بكبشة او كبشتين من الصلصة ونقلبه كويس جدا. يبقى كده خلصنا الشطة. بصوا الجمال عدى الكلام. تحفة. احلى كشري ده ولا ايه؟ احلى من بتاع المحلات. خلاص انسي انك تشتري تاني. بتكات وحركات هتعملي احلى من بتاع المحلات. عايزه اقول لكم ان مش دي كميه الكشري كلها، انتوا شايفين ان انا عامله كميه كبيره، بس انا قلت اصور معاكم طبقين كبار كده بس، يعني الحلة المليانة وانا عاملة قدامكم كمية وما شاء الله، بس انا قلت اصور قدامكم كده الطبقين دول بس. عايزة اقول لكم ان انا ما كترتش في الرز لان انا بحب الكشري يكون المكرونة اكتر من الرز. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. انا اسفة على صوت الاطفال اللي بتسمعوها في الشارع. اعملوا اللايك علشان هو اللي بيرفع من الفيديو. مع السلامة. بصوا حاجة كده تفتح النفس، حاجة كده عظمة. وطبعا لسه في دقة كتير وفي صلصة كتير.